يعني ايه كونتنت كريتور؟ وبرضه يعني ايه كونتنت رايتر؟ طيب يعني ايه برضه كوبي رايتر؟ وهل الثلاثه واحد ولا في فرق بينهم؟ طيب اعرف ازاي اني مميز في اي نوع فيهم؟ الحقيقه ان في فرق ما بين الثلاث مصطلحات، صحيح بيحصل خلط ما بينهم ما بين عموم الناس، لكن الحقيقه في فرق جذري ما بينهم. اول حاجه الكونتنت كريتور هو المايسترو، هو اللي بيخطط لعمليه كتابه المحتوى من الالف للياء، يعني هو اللي بيضع الاستراتيجي، هو اللي بيضع افكار البوستات، انواع البوستات، هو اللي بيحدد اشكال وانواع المحتوى اللي يتم نشره، هو اللي بيحدد توقيت نشر المحتوى، منصات نشر المحتوى، بوجه المحتوى ده لمين بالظبط، التون اوف ذا فويس اللي بستخدمه علشان العميل يفهمني واقدر اكون على صله بيه مستمره، وهكذا. يعني هو اللي بيدي الهنت للكونتنت رايتر. اما الكونتنت رايتر هو اللي بينشر مختلف اشكال وانواع المحتوى اللي الكونتنت كريتور بيوجهه ليهم، يعني هو المنفذ. اما بقى الكوبي رايتر هو كاتب المحتوى برضه، بس كاتب المحتوى الاعلاني، يعني بيكتب محتوى بهدف انه يقنع العميل او يقنع الزبون او يقنع البيرسونا انه يشتري السلعه او الخدمه او المنتج.